فكره ان انت كل البيوت اللي بتاعتنا فيها حاجات بتقدم مثلا، او حاجات حتى لو لبس. تمام. ليه ما نجمعش كلنا يوم كل ست او كل بيت عنده حاجه هو مش محتاجها، نجمعها كلنا ونشتري من بعض. حتى انت ممكن يبقى عندك مثلا اوبن داي زي حاجه زي كده، حاجه زي كده. اليوم المفتوح. عندي حاجه كمان تانية، فكره لاي برضه حد بيسمعنا، فكره البيع بالطواف. اللي هو ازاي؟ فاكر زمان فكره الدلاله او فكره زي الصينيين اللي بيعدوا على البيوت. في اماكن في مصر يا اشرف تشتري منها. يعني اقول لك، انا محتاج تعمل مثلا باركيه للبيت، رحت المهندس جه قال لي مثلا متر بمعرفش 1000 وكذا جنيه. رحت المصدر في حته اسمها سوق السلاح. طبعا الباركيه بربع الثمن ده. نوع تاني طبعا مثلا. لا في الامريكي وفي البرازيل كل الانواع. ما هو المهندس الديكور بيروح ياخد من هناك على فكره. انا قصدي ننزل للمصدر. في مثلا لو الكاندل لايت دي، الشمع اللي بنزي بيوت، في محلات مش هقول اساميها بس براندات كبيره قوي، الواحده مثلا ب 100 وكذا. في الغوريه مصانع الكاندل لايت دي او الشمع بتشتري وتنفع الناس دي، لان الناس دي محترمه جدا. بقول لك حاجه، هم نفسهم عملوا المشاريع دي. يعني هم نفسهم اللي عاملين الشمع ده، ما هم عاملين مشروع يعملوا فيه شمع. وفي اكتر من حد من اللي جم هنا اهو في البرنامج، منهم ناس ازاي يجيبوا الماده الخام بتاعه الشمع وازاي يسيحوها وازاي يعملوا فيها الفتله ويعملوا لها روايح ويعملوا لها مش عارف ايه. ومن